ورجعنا من جديد مشاهدينا مكملين اليوم برنامج صباح الخير يا وطن، وأيضا ضيوفنا وعنا في الاستديو السيد رياض راضي، وهو لاجئ سوري في الأردن وصاحب مشروع أكبر مصحف قرآني في العالم الذي يتم العمل به في محافظة إربد. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك رياض. طبعا في صباح الخير يا وطن وايضا في المملكه الاردنيه الهاشميه. اهلا وسهلا بكم وشكركم على اللقاء الحلو. الله يخليك. يعني طبعا مبادره رائعه في انه نعمل اكبر مصحف في الاردن في العالم. في العالم. نعم. نعم، حدثنا عن يعني في البدايه خلينا نحكي شوي عن طبيعه عملك في السابق وكيف توصلت لهي المبادره، كيف انت حبيت تعمل اكبر مصحف في العالم؟ هو بداية بسم الله الرحمن الرحيم، يعني أي شيء. نعم. نعم. الفكرة هي العمل السابق أعمال حرة. نعم. لكن في هوايات بالرسم، بالنحت، بالحفر، هاي هوايات قديمة من صغر يعني. نعم. الفكرة يعني من منتصف 2005 بدأت تتولد عندي فكرة أنه لازم أعمل شيء مميز. نعم. لازم أعمل شيء فريد من نوعه. نعم. عملت تجارب كثيرة، فكرت بوسائل كثيرة، الورق، الفلين، شغلات كثيرة يعني. لكن كنت حاب اني اطلع بشغلة تلفت نظر العالم بشكل عام. نعم. نعم. يوم بدك تلفت نظر العالم، اي انسان بده يلفت نظر العالم لازم يكون مميز. نعم. لازم يعمل شغلة مميزة، مش يعمل شغلة عادية. نعم. ظليت افكر بالموضوع اكثر من سنتين او سنتين ونص تقريبا. نعم. من منتصف 2005 حتى بداية 2008 تقريبا. نعم. تولدت عندي فكرة القرآن بطريقة خشبية. نعم. ولكن احنا حتى لو عملناه أكبر قرآن أو أصغر قرآن، خشب أو غير خشب، ما وصلنا للمرحلة اللي احنا بدنا نلفت نظر العالم عليه. نعم. فطلع معي انه لازم اعمل قرآن خشبي بألواح خشبية ضخمة، حركته تكون ما حداش يشتغل زيها. نعم. هاي عم نشوف صور. فهذا ان شاء الله طبعا بعد ما يكمل القرآن راح يصير يتحرك على نظام ميكانيكي والكتروني. نعم. قديش ارتفاعه او حجمه يعني؟ الصفحة الواحدة هاي ارتفاعها 3 متر و2 سم. ما شاء الله. العرض تبعها 185، الوزن ما فوق ال 100 كيلو. نعم. مين بيساعدك في بالوقت هالعملية؟ بالوقت الراهن عم بشتغل أنا وصاحب المنجرة اللي تبرع. نعم. بالمنجرة وعملها وقف لوجه الله تعالى. نعم. كيف راح ينقلبوا الصفحات؟ نظام كهرباء والكتروني. نعم. هذا بعد الانتهاء منه راح يتركب على منصة. نعم. يصير يتحرك بأذرع إلكترونية مخفية، بأذرع ميكانيكية مخفية من المنصة من تحت بدون ما تلمسوا الأيدي. نعم. منصة قاعة العرض اللي راح تركب فيه الألواح هاي. نعم. راح تكون مترجمة، كل صفحة بتفتح تترجم لكل لغات العالم الأساسية عن طريق شاشات عرض بلازما بتكون مركبة بالقاعة. نحت هذا كله طبعا؟ هذا نفر. أوكي. يعني هي العملية الخشب هاي معقدة شوي، لأنه احنا عملنا دراسة للموضوع بحيث انه يكون عمر القرآن طويل. وين وصلتوا بإنجاز هذا المصحف؟ هلا احنا صرنا منجزين تقريبا حوالي 42 صفحة. ما شاء الله. طبعا عمل فردي. كفيل هذا القرآن بأنه يدخل موسوعة جينيس؟ نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. نعم. يعني احنا أول شغلة بصفحاته بحجم صفحاته. نعم. 3 متر و2 سم 185. ما صار قبل هيك لسه ما صار. الحجم. نعم. نعم. بالنسبة للوزن هذا راح يتجاوز وزنه 33 طن. نعم. أنت بتحكي بالطن ما بتحكي بالكيلوات. نعم. 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 هاي من ناحية ثانية. من ناحية ثالثة السماكة. نعم. سماكته صفحة طبعا 300. هو نفس هي عملية تكبير عن النسخة المدنية. نعم. للقرآن العادي. نعم. 604 صفحات. نعم. احنا بنحتاج 304 ألواح. نعم. سماكتهن مجموعات مع بعضهن راح تتجاوز 11 متر. نعم. مع الحركة الميكانيكية ممكن توصل 12 متر أو 13 متر. نعم. فاحنا أول كتاب كامل متكامل عمل يدوي ومصنوع من خشب. نعم. راح يكون هو أول كتاب إن شاء الله. نعم. فاحنا هون إن شاء الله عندنا 3 أرقام قياسية إن شاء الله راح يدخل فيهن. نعم. هاي من ناحية ثانية احنا جمعنا العمل اليدوي، انه الكتاب مكتوب عمل يدوي. نعم. بالإضافة انه دخلنا عليه التطور العلم. نعم. الموجود اللي هي الحركة الميكانيكية. نعم. والإلكترونية والترجمة، كل صفحة بتطلع بتترجم. نعم. هاي شغلة ثانية. الشغلة الأهم كمان انه له جهاز انذار
فائق الدقة يعني مشان الحريق. نعم ما شاء الله. نعم. وين راح يتم عرضه بعد يعني انتهاء العمل؟ احنا ان شاء الله بنقول بداية العرض راح يكون بالمملكة الأردنية. نعم. لأنها لها الفضل باحتضان المشروع. المشروع كله مصمم فك وتركيب، ما فيش اشي ثابت. نعم. حتى القاعة والمنصة بيت العرض نعم. ممكن يتنقل يعني عشان ينتقل لدول أخرى. نعم. ينتقل لكل دول العالم. نعم. نعم. يعني دراسة المشروع مخصصة انه يكون في سهولة بنقل الكتاب وعرضه بأي مكان. نعم. ملعب بلدي، بمتحف، بأي دولة، بأي مكان ممكن احنا نعرضه. رياض، وانت عم تحكي لي عن المصحف الكبير، عم بتحس حالك مميز؟ مش أنا المميز. نعم. انه اللي اشتغلوا العمل. العمل هو المميز. نعم. نعم. أنا يعني في نهاية الأمر أنا بداخليتي في قناعة إنه أنا بتمنى من الله إني يكمل المشروع. نعم. وآخر المطاف العمل مش إلي. نعم. العمل لكل شيء مسلم على وجه الكرة الأرضية، لأنه هذا صرح إسلامي. نعم. 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 يعني أنا عندي مقولة يعني بحب أقراها بشكل دائم. سيدنا عمر شو قال مات فلان ومات فلان ومات فلان وسيأتي اليوم الذي يقولون فيه مات عمر. نعم. نعم. في نهاية الأمر أنا راح أموت يعني. صح. نعم. بس هذا راح يظل صرح إسلامي. نعم. للأمة الإسلامية كلها. نعم. للعرب وفخر. نعم. نعم. يعني مؤكد. في حجم هذا المصحف يعني أكيد بتواجهوا صعوبات في يعني إنهائه. الصعوبات اللي بتواجهوها في أداء هذا المصحف أو في تخليص هذا المصحف، يعني هل كان في صعوبات معينة ممكن الأحجام وهيك إنه واجهتوا صعوبات؟ احنا بصراحة يعني بنشتغل بمكان يعني مستحيل أي إنسان يفوت يتفرج يصدق إنه هون عم نشتغل الصفحات تاعي. مكان صغير. المكان صغير يعني ضيق جدا. نعم. لكن احنا عم نحاول. نعم. بنحاول إنه مثل ما تقول ننجز أكبر كمية نقدر عليها. لو انه المكان ضيق، لو انه احنا بحاجه الى مستودعات، لو انه احنا بحاجه الى دعم مواد عينيه. نعم. مواد احنا عم نشتغل بجهد فرديه. نعم. نعم. يعني احنا يعني لحد الان احنا منجزين الحمد لله 42 صفحه بعملي وعمل السيد صاحب المنجره المصري عارف رمضان ابو السيد. نعم. وجه له تحيه لعارف. يعني على فكره كمان هو امي. نعم. لا يقرأ. نعم. ولكن إنما تعرف علي. نعم. حب الفكرة يعني خلاه قعدنا معه مرتين أو ثلاثة. نعم. فصار يسأل شو بتشتغل شو ما بتشتغل، ففرجيته أعمالي فرجيته هذا. فأكثر شيء شدوا القرآن. قال لي أنا طبعا كنت مبلش في سوريا لكن الظروف ما سمحت لي إني هاي الكرة الثانية بعيدة. نعم. إن شاء الله يا ربي هاي المرة بتكون بتكمل يعني على خير وبيكمل المصحف وبتقدر انك توصل لكل الصفحات مجتمعة مع بعضها. ان شاء الله. ان شاء الله التقدم والنجاح اللي انت حابب توصل فيه او توصل فيه من خلال هذا المصحف ان شاء الله. يعني انا بيهمني بس يكمل وينعرض ان شاء الله. نعم. انا هاي اهم نقطة عندي يعني. وانا بشكره يعني ابو السيد المصري يعني قدم منجرة، قدم خشب. نعم. ضمن امكانياته. يعني اللي وصلنا له احنا بجهود فرديه يعني شغله. طيب اكيد هذا المصحف يعني بيحتاج الى خشب واجهزه ويعني بيحتاج الى دعم مواد. نعم. مين بيساعدكم في هذا الدعم او في دعم هذه المواد؟ هل عندك دعم؟ لحد الان لا، ما عندك دعم. بتحتاج الى وجود دعم لاكمال انهاء المصحف؟ بحتاج الى رعايه. تحتاج إلى رعاية وليس يعني شوف هون في نقطة مهمة بحب أوضحها. نعم. العمل أنا عامله لوجه الله تعالى، مش نعم. عامله للاحتكار. نعم. ما بحب إنه أي جهة تتقدم للمشروع نعم. وتحتكره بشكل نعم. شخصي. نعم مؤكد. أما للعالم كله أنا ما عنديش نعم. مشكلة. مؤكد يعني احنا وجودك معنا في الA1 جوردن راح يكون بعديه بفترة مفاجأة لحضرتك كدعم من الA1 جوردن لك، لكن احنا لما راح نقول يوم ما يصير الموضوع على الأكيد احنا راح نفاجئك رياض بعد المصحف وبعد هذا المشروع. هل في أفكار تانية؟ هو شوف الإنسان العربي بطبيعته أي إنسان مش رياض، أي إنسان عنده طاقة إبداعية. نعم. بس يحب يستثمرها راح يلاقيها. نعم. أي إنسان. لا يقول إنسان أنه أنا ما عنديش طاقة. يعني حتى أنت إذا بتحطي ببالك موضوع معين ممكن تبدعي فيه. طبعا. نعم. طبعا. الإبداعات ما بتتوقف عندنا. طبعا.
احنا الابداعات عندنا ما بتتوقف، ولكن انا الحلم اللي بيراودني ليل ونهار هسه اني اشوف المشروع كامل وعم بيشتغل. يعني نعم. فكرة جميلة، يعني انك انت تفكر بانه بعمل مصحف، يعني انه فكرت تعمل مصحف، ما فكرت تعمل اي شيء ثاني. اقول لك يا عاد، هون في شغلات. انا مش شيخ نعم. ولا اني داعية اسلامي، انا انسان عادي. التمست انه الناس يعني ممكن تخاطبيها، كل انسان له طريقه بمخاطبه الناس ممكن تخاطبيها باسلوب الفن. اسلوب نعم. الفن اسلوب راقي حضاري، بتخاطبي الشعور انت. يعني هلا عندنا مثلا بتلاقي في رسام كاريكاتير بيعبر بطريقته، هو حر. في انسان بتلاقي بيعبر بالكلام، في انسان حبيت اني اوصل رساله فنيه بطريقه ادبيه. نعم. هذا القرآن لو أي إنسان يقراه بيعرف إنه دين تسامح، دين محبة. المرأة لها حقوقها. نعم. الإسلام مش زي ما عم بيصوروه، نعم. مش نعم. زي ما صحيح. عم ببشعوا فيه. نعم. نعم. كتابنا كتاب، يعني كتابنا كتاب سمح، بس بده مين إنه يقعد يقراه نعم. بتأني. لو تقروه مرة واحدة، صحيح. منصف. نعم. وبتلاقي فيه دستور للحياة كلها. نعم. معجزة. نعم. يعني صحيح. كتاب الله معجزة من المعجزات السماوية يعني. اكيد. هسه لبدايه سوره البقره شو بقول لك؟ الف لام ميم، ألف لام ميم. ذلك نعم. الكتاب لا ريب فيه. نعم. اما القصص والروايات اللي بيالفها الانسان بتلاقي انه حاطين اعتذار اذا في خطا، اذا في نعم. نعم. هذا نعم. كتاب مقدس صار. نعم. صحيح. نعم. هذا بيصلح للامه كلياتها. نعم. فلي فخر اني انه يكون رب العالمين اختارني، يعني اني اشتغل فيه. فهي نعمه من رب العالمين، الحمد لله يعني. ان شاء الله. الله الحمد يعطيك لله رب الصحة العالمين. والعافية إن مؤكد. شاء الله. الله يبارك فيك. وتخلص هذا الكتاب يعني، وتوصل توصل رسالتك لكل حدا أنت حاب أنه يوصل من خلال هذا العمل إن شاء الله. نعم. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. رياض وساندي معنا اتصال من محمد الخوالد. صباح الخير محمد. محمد صباح الخير. صباح الخير يا فرح. هلا فيك. الله يسعد صباح زميلتك. أهلا وسهلا فيك. بدي أصبح على الأخ راضي. نعم. رياض محمد. الأخ عفوا رياض الراضي. نعم. اهلا وسهلا. صباح الخير لك والله يجزيك الخير. الله يبارك فيك يا الله اخوي. يجزيك الخير ويعطيك الصحة والعافية. بس في عندي سؤال واحد أنا. تفضل. هلا احنا مش عارفين موقعكم وين، أو يعني عنوانكم وين. ممكن الإنسان بده يقدم مساعدة، ما بدوش يحكي مثلا على الشاشات يصير يحكي أنا وكذا. نعم. 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 أنا أتأمل طيب. من ضيفه الكريم يحكي لنا وين موقعهم بالضبط كيف. تمام. إذا كان في رقم هاتف يا ريت. مؤكد. محمد رح ياخذك هلا جمزاوي في الجاليري، رح ياخذ كل منك رقم المعلومات. التليفون. مجرد ما يخلص رياض المقابله رح يتواصل معك. شكرا جزيلا لكم لضيفكم الكريم. شكرا لك يا حياك محمد الله. ومساءك سعيد. كنا عم نحكي انه هذا العمل عم بيتم في محافظه اربد، صحيح؟ محافظه اربد. نعم. بالمدينه الصناعيه. نعم. نعم. محمد حب يتواصل معك، وانت سمعته شو كان عم بيقول. حيا رح الله. يكون رقمه موجود عندنا. رح تتواصل معه ان شاء الله رب العالمين. الله. المشروع رح يكون عمله في اربد، لكن هو رح ينعرض في كل مكان، صحيح؟ ان شاء الله. إن شاء الله. ان شاء الله رب العالمين. نعم. رياض الراضي، في نهايه لقائنا لليوم بشكرك كثير على وجودك معنا، وبنتمنى لك كل التوفيق، ودائما الاي 1 جوردن رح تكون حاضنه لابداعك. رح نضلنا معك اول باول، رح نشوف لوين رح يوصل المصحف، ورح نكون معك لما تنهي من اول القنوات الفضائيه اللي رح تكون موجوده معك، هي قناه الاي 1 جوردن. بنتمنى لك كل التوفيق اهلا رياض. وسهلا بكم. كل الدعم ان شاء الله وكل التقدم والنجاح، وما يكون في صعوبات في انهاء هذا المصحف يعني، وربنا يجزيك كل خير. الله يبارك فيك. بس يعني تفضل. مهما كان في صعوبات نعم. بكتاب رب العالمين نعم. بتحس فيه لذيذ. نعم. وبالنهايه انا بحب اقول لكل انسان عم بيسمعني، هذا مش ملك لي. نعم. المشروع هذا بالذات مش ملك لي. نعم. بجوز لو عم بشتغل لوحه او رسمه اقول لك هاي ملكي، نعم. اما هذا الكتاب مش ملكي. نعم. هذا ملك الجميع. نعم. شكرا لكم على شكرا الاستضافه. كثير. كل الشكر لك رياض الراضي، حياكم لاجئ الله. سوري في الأردن، صاحب مشروع أكبر مصحف قرآني في العالم. ومؤكد مشاهدينا ما في أحلى من كتاب الله سبحانه وتعالى لحتى نشتغل فيه. وكان زي ما كان عم بيقول رياض، كل الصعوبات بتروح نعم. لما تصير في كتاب الله. إن شاء الله يا ربي إنهم يقدروا يكملوا مشروعهم ونشوفوا على أرض الواقع ونفرح فيه كلياتنا. طبعا ان شاء الله يا رب. نعم. مشاهدينا رح نطلع فاصل، وراجعين نستقبل ضيفنا الثالث الدكتور ربيع صالحة، استشاري زراعة الأسنان. نعم، اعتذر الدكتور ربيع ما رح يكون موجود معنا، لكن راجعين مؤكد لنكمل فقرات برنامج صباح الخير يا وطن.